بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، ان شاء الله يا رب كامل تكونوا بخير وتكونوا غاية وانتم تشوفوا في الفيديو تاع اليوم. جيتكم بواحد لي ساندويش وبواحد الخبيزات محشيين بطريقة بزاف سهلة ويجونا بنة، يعني تاع هاد لا سيزون لازم ديروهم خواتاتي. قلشتكم اليوم بهذا الخبيزات. ما غاديش نحتاجوا مقادير كثيرة ولا مقادير يعني مكلفة. شوفوا لي هذوك الخبيزات، هذيك الطراوه اللي فيهم وهذيك البنه اللي في الحشو، يعني هذا الحشو بالدوري كامل وما غاديش تلقيه في اليوتيوب حبيبتي. جبت طريقه جديده وطريقه سهله وتجينا بنينه 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 بزاف بزاف حبيبتي. نروحوا نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. لهنا المقادير تاع العجينه: عندنا كاس تاع ماء يكون دافي، مغرف كبيره خميره الخبز، مغرف كبيره تاع سكر، وثلاث مغارف تاع الزيت. زيت المائده لهنا غادي نديرو 3 مغارف. هذه العجينه خواتاتي غادي تجيكم مقطن، وهذه العجينه راني معتمدتها وما نبدلهاش كامل خواتاتي كما راكم تشوفوا، مقادير قليله. وحنا درنا يعني خبيزات ما شاء الله، درت لنا 7 تاع الخبيزات. لهنا نولي نضيف في الفرينه هكذايا بالتدريج وراني نلم في العجينه نتاعنا. لهنا العجينه نتاعنا من نشفوهش بزاف، وراح نضيف حوالي مغرف صغيره تاع ملح. نملحوا العجينه نتاعنا كيما هكا ونوليو نطمو فيها. لهنا راح تدينا حوالي 3 كيسان تاع فرينه. نولو كيما هكا نضيفو يعني بالتدريج. في الاول نديرو 2 كيسان والكاس الثالث نولو نضيفو فيه بالتدريج، لانه كل نوعيه تاع فرينه كاين نوعيه تاع فرينه اللي ما تشربش بزاف. كيما هكا نحيها من الريسيبيون، نولي ندلكها حوالي دقيقه هكذا، ومن بعد ندير لها الزيت هكذا حوالي مغرف تاع الزيت، ندخلها فيها كيما هكا ونديرها كيما هكا كره، ونرجعها في الغيسيبيون ونخليها تخمر. نغطيها لهنا بجي ونحطها تخمر. لهنا نروحوا للحشو نتاعنا. عندنا لهنا سكالوب قطعته كيما هكا، وغادي نديرلو الملح، نديرلو لهنا حوالي 3 فصوص تاع ثوم يكونوا مرحيين حتى 4، وندير التوابل. لهنا عندنا حرور، رشه تاع حرور، فلفله حمراء، نديرو الزنجبيل يتوالم بزاف مع السكالوب لهنا ومع الدجاج. راح ندير توابل الدجاج ونديرو الكركم. هذا واش نحتاج توابل. عندنا لهنا مغرف صغيره تاع لا موطارد، وندير حوالي 2 مغارف تاع الزيت كيما هكا خواتاتي، ونديرو نحصر نص حبه تاع الليم لهنايا في السكالوب تاعنا كيما هكا. ندخل هذوك لي زيبيس في السكالوب تاعنا كيما هكا خواتاتي، ونغطيه ونحطوه بجيه. لهنا نخليه يتشرب لنا مليح. ايوا ومن بعد نرجعوا ليه خواتاتي. لهنا وجبت عندي حبه تاع بصل تكون كبيره وزوج حبات تاع فلفله، ولهنايا درت قرن تاع حار قطعته ثاني كيما هكا، قطعتهم شرائح طويله كي الفلفله كي البصل. ودوك نروحوا نشوفوا طريقه التحضير نتاعهم خواتاتي. لهنا في مقله درت الزيت ودرت هذيك الخضر تاعنا تتقلى لنا، يعني ما نديروهاش مع هذاك السكالوب، كل حاجه ونديروها وحدها. تقدري تقلي هذيك الفلفله والبصل وحدهم، بعد تحطيهم بجي وفي نفس المقله تقلي السكالوب نتاعك. فوالا انا درت كل حاجه في مقله اللي هي درت كيما قلت لكم الفلفله والبصل يتقلاو لنا مليح مليح حتى يتكرملوا لنا غايه. ولا هنا درت الزيت حوالي 2 مغارف تاع الزيت، وضفت هذاك السكالوب تاعنا ثاني نخلوه يتقلى. السكالوب لهنا نديروه على نار متوسطه هكذا باش ما يخرج كامل هذاك الماء نتاعو، ما يجيناش ناشف من الداخل، يعني من الداخل يعني ما نطيبوش على نار قليله بزاف، فهمتوني؟ كيما هكا نخليه يتقلى ونغطي عليه. ولا ثاني البصل ملهيت راه يتقلى لنا هو والفلفله، خلوهم حتى يتكرملوا مليح مليح. هذيك الفلفله والبصل غادي نديروا لهم فقط الملح والحرور. ولا هنايا خير رانا متبلين، ما غادي نزيدوا له والو. لهنا فوالا شوفوا ما شاء الله كي راه ثاني هو يتعسل، يعني علامه. ومن بعد راح نخدموا له واحد لاصوص باش يجونا الخبيزات تاوعنا مشمخين من داخل ويجونا بنان بزاف بزاف. الا هنا درت نص مغرف تاع طوماطيش مصبره ودرت 2 مغارف تاع صوص طوماط. الا هنا اذا ما ماكش خادمه هذه طوماطيش تاع الدار، ايا ديري مغرف كبيره تاع طوماطيش مصبره.
المغرف تاع الطماطم تكون ممسوحه. نديروا لهنا رشه تاع معدنوس، ولهنا هذا الحشو نتاعنا يعني هذا سكالوب تاعنا غادي ندير له كاس قل ربع نتاع ماء. ايوا نغطي عليه ونقصلو للنار ونخليه يتكتك كيما هكا ونطفيو عليه. وهذيك البصل والفلفله شوفوا ما شاء الله راهي تتكرمل على ما خلوها تتكرمل مليح، فقط ما نحرقوهاش. فهمتوني خواتاتي؟ ما خلوها ما تحرقوهاش يعني باش ما تجيناش مره. فوالا كيما هكا بعد ما تتكرمل لي مليح مليح غادي نشوفوا كيش غادي نديروا للحشو نتاعنا خواتاتي. شوفوا لهنا كي زدت له لهنايا هذاك الماء، شوفوا يعني عطاني واحد لاصوص ما شاء الله، يعني بنتها بنه. كما راني نوري لكم في هذاك الكاس درت حوالي كاس قل ربع. شوفوا لي لهنا هذاك البصل والفلفله كيفاش تكرملوا، يعني علامه علامه. غادي نخلطهم بهذا السكالوب تاعنا. شوفوا ديروا هذه الطريقه ورجعوا لي خبر، يعني ما ديروش ديريكت البصل والفلفله يطيبوا مع السكالوب تاعكم، ديروهم وحدهم ورجعوا لي خبر. على بالي ما مشتهاش انا شخصيا ما شتش كامل هذه العفسه، يعني درتها وعجبتني بزاف، قلت علاش لا ما نشاركهاش مع خواتاتي. ديروها ورجعوا لي خبر وقولوا لي رايكم في التعليقات، اسكو يعني فات عليكم وصفه كيما هكا ولا لا، ولا اول مره تشوفوها صارحوني وقولوا لي في التعليقات خواتاتي العزاز، هكذا باش تشجعوني نحط لكم المزيد من الوصفات. لهنا بعد ما خمرت لي العجينه نحيتها من الغيسيبي وغادي نقسمها على 7 تاع الكرات، يعني ديرنا خبيزات ما شاء الله متوسطين يجوا شابين هكذا وظراف وخفاف، يعني ما شاء الله الخفيه نتاعهم روعه خواتاتي. الا هنا كما قلت لكم نقسمها كيما هكا على 7 تاع الكرات، نكورهم كيما هكا ونحطهم ونولي يعني ما خليهم لا يرتاحوا لا والو، ديريكتومون نولي نبسط فيهم على شكل كره ونحطهم في البلاطو ولا في الحاجه اللي طيبوا فيها كيما هكا. غادي نجيب لهنايا السميد يكون رقيق، تبغي ديري سميد متوسط يعني سميد شويه حرج اليك الاختيار. انا فضلت اني ندير هذا السميد الرطب كيما هكا سميد رقيق، ونخبزها كيما هكا على شكل دائري، يعني خبيزه هكذايا تكون شابه ومتحوفه خواتاتي. وغادي لهنا انا فاش غادي نطيبهم خواتاتي، غادي نطيبهم على الشبيك، فهمتوني؟ يعني كيما البيتزا نديرهم على الشبيك وغادي نطيبهم في فرن السعاده. انا ديما السنيوه هذاك تاع الفرن ندير عليه شبيك هكذا نحس بالخبز نتاعي يجيني بزاف الشباب، يعني كي ندير له هذاك الشبيك كيما نطيبوا البيتزا. نحطهم هكذا نستفهم كامل ونخليهم حوالي ربع ساعه كي يخمروا ويضاعف الحجم تاعهم كما راكم تشوفوا، يعني ما تخشنوش العجينه بزاف باش ما يجيكمش الخبز تاعكم فيه البابه بزاف. نرقوه شويه ونحطوه حوالي ربع ساعه كما راكم تشوفوا يخمر، ندخلوه للفرن على 190 درجه يطيب لنا ويتحمر لنا مليح، نخرجوا. ولا هنا نروحوا نحضروا صوص الجيريان ولا صوص كيما هكا نديروها في الخبز نتاعنا باش ما يجيناش ناشف. واش عندنا لهنا؟ عندنا مايونيز حوالي 3 مغارف ولا 2 مغارف هكذا تاع مايونيز. نديروا مغرف صغيره تاع هريسه، ونديروا مغرف صغيره تاع طماطم مصبره. ولا هنا نديروا رشه صغيره تاع حرور، نديروا لهنا معدنوس، وكنت قطعت كيما هكا بصل يعني نرقوه مليح مليح ونديروه في الكريمه نتاعنا ونخلطوا كيما هكا، يعني تجينا واحد لاصوص بزاف بنينه. غادي تزيد لنا بنه على بنه الخبيزات تاعنا، ونحطوا كيما هكا بجي تقريبا لهنا كلش راه واجد. نرجعوا لهنايا للحشو نتاعنا كي صاي يطيب لنا الخبز وكاع ونبغوا نحشو هكذا باش نصبوا الحشو تاعنا سخون. شعلت عليه لهنا للنار وغادي ندير له لهنا الجبن المبشور من الفوق كيما هكذا باش يجينا معلك ويجينا معسل ويجينا بنين. والشباب خواتاتي غادي يجينا واحد البنه في هذا الحشو يعني رائع على قد ما نوصف لكم حتى تسيوه باش عادك تذوقوا هذه البنه اللي راني نقول لكم عليها، يعني بنتو بنه كيما هكا. درت كميه مليحه من الجبن المبشور هكذا باش يمد لنا كيما قلت لكم هذاك التعلك وهذيك البنه شابه. ولا هنا كذلك ضفت له حوالي 2 مغارف تاع جبن طاري، تقدروا ديروا كذلك من الجبن تاع البيدو كيما هكا خواتاتي. ندخل مليح هذاك الجبن في الحشو نتاعنا ويكون الحشو تاعنا واجد اخواتاتي. شوفوا هذاك التعليك هذاك التحسال يعني ما شاء الله سيبون. هنا كلش راه واجد كما قلت لكم، وكنت قليت حوالي 4 حبات تاع بطاطا يكونوا متوسطين. نروحوا لهنا نحشيو الخبيزات نتاعنا ونشوفوا كيفاش جاونا.
شوفوا لي ما شاء الله، يعني كي طابوا جاو خبيزات وعليهم الكلام، جاو روعه روعه، يجونا خفاف قطن من داخل، قطن خبيزتي غادي نفتحوهم ونشوفوا كيفاش جاونا. فوالا لهنا نروحوا نجيبوا الحشو يعني اللي كنا حضرناه، راه كلش واجد. عندنا هذيك لاصوص، عندنا مايونيز، يعني اللي يبغي مايونيز يدير، اللي ما يبغيش يستغنى عليها. لهنا هذا الحشو نتاعنا، رايحين نجيبوا لهنا خبيزه كيما هكا ونفتحوها بالموس ولا بالمقص ولا كيما تبغوا خياتي. وراح ندير لها هذيك لاصوص اللي خدمناها في رحبه، شوفوا لي يعني قطن قطن ما شاء الله. نجيبوا لهنا هاد لاصوص نديروها كاول طبقه في الخبز نتاعنا كيما هكا. ورايحين نديروا البطاطا، ثاني طبقه رايحين نديروا البطاطا ونكملوها بهذاك الحشو كيما هكا. نديروا كميه من البطاطا ونديروا فوقها هذاك الحشو المعسل خواتاتي والبنين. نديروا حوالي 2 مغارف كبار حتى 2 مغارف ونص، يعني على حسب الخبزه نتاعكم. نعمروها خواتاتي كيما هكا بهذه الطريقه، يعني وتجينا خبزه مشبعه ما شاء الله، يشبعوا علامه. رايحين لهنا كذلك نزيد نعمر خبزه ثانيه ونروح نكمل كامل الخبزات بنفس الطريقه ونشوفوهم في صحن التقديم. شوفوا لهنا غادي ندير لها مايونيز من الفوق، ويجينا يعني ساندويش ما يجيش كامل ناشف، يجينا معسل من داخل مشمخ، يجي ما شاء الله خواتاتي. فوالا لهنا راح كيما قلت لكم نكمل كامل الخبزات بنفس الطريقه ونرجعوا مع بعض. نتمنى ان شاء الله تسيوها. واللي لحقت حتى لهنا ما تنسايش حبيبتي ديري لي جيم على لا فيديو هكذا باش تشجعوني باش نزيد نحط لكم مواصفات ان شاء الله يا ربي. واللي ماشي مشتركه اشتركي حبيبتي في القناه هكذا باش يلحقك كل ما هو جديد ان شاء الله اللي نحطه. واللي راكم قلتوا لي يعني على وصفات مانيش نسيتكم حبيباتي، وان شاء الله بربي كامل نلبي لكم طلباتكم. شوفوا لهنا بعد ما كملت كامل الخبيزات تاوعنا، يعني جاو ما شاء الله يشهوا. شاهدكم في الجنه خواتاتي، ونتمنى ان شاء الله تسيوهم وتشاركوني الراي تاعكم في التعليقات وتقولوا لي رايكم فيهم. نقسموا لهنايا خبزه ونشوفوها كيفاش جاتنا، ونشوفوا هذاك الخبز وهذاك الطراوه نتاعو، يعني يجينا خفيف خفيف ما شاء الله. نقسموها لهنا كيما هكا. شوفوا لي هذاك التعسل اللي من داخل، شوفوا ما شاء الله، يعني يجوا معسلين مشمخين خفاف. وهذاك الخبز هذاك الخبيزات يعني يجونا قطن قطن، يجينا خفاف ما شاء الله. لهنا ثاني زدت قسمت واحده خبزه واحده اخرى. شوفوا لي يعني هذاك التعسل وهذاك التعليك اللي من داخل. نتمنى ان شاء الله تسيوهم. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم خواتاتي، وشاركوني الراي تاعكم في التعليقات. لهنا كنا وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساوش الجمع على لا فيديو وتشتركوا في القناه اللي مشي مشتركه هكذا باش يلحقكم كل ما هو جديد. اتهلاو في رواحكم خياتي العزاز، الى وصفات قادمه ان شاء الله. سلام.